ولذلك في مرض السكر يوجد نوعين. توقف الانسولين نهائيا هو مرض السكر من النوع الاول تيب 1. السكر من النوع الاول هو الاخطر، هو الخطير، هو ان الانسولين تتوقف نهائيا في جسم الانسان. صاي مع السلامه، البنكرياس تاعك ماش تخدم كاع. هذا تيب 1 وكتبوه، هو الاخطر، هو الواعر، باسكو صاي الانسولين ما بقاتش، سي فيني. وكاين النوع الثاني من مرض السكري، النوع الثاني اللي هو قله افراز الانسولين. صافي الانسولين بكميه قليله. هنا رانا في التيب 2، هنا رانا في التيب 2. لو ديابيت كاين دو تيب 1 تيب 2. تيب 1 absence totale d'insuline. تيب 2 l'insuline est faible, la quantité elle est faible. مرض السكري يوجد نوعين، هناك مرض السكري من الطراز الأول ومرض السكري من الطراز الثاني. النوع الأول هو اختفاء نهاية الأنسولين كلية، صايب البنكرياس ما يخدم. النوع الثاني هو الأنسولين قليله. كيف نفرق بيناتهم؟ سهله، عندك جداتك، عندك جدك، عندك امك بوك في الحلوه اللي تشبه يضرب غير الانسولين. كتبوا العلاج اذا كان الانسولين لوحدها 100%. صافي هذا المريض مسكين يضرب غير البعض على الانسولين. هذا فيه تيب 1، هذا مرض تاع 1 باسكو ما كاش الانسولين، دونك باينه بلي دواه يضرب الانسولين كل يوم، عايشين بها مساكين. دونك لما نلاحظ أن علاج المريض هو إبرة الأنسولين فقط، يضرب غير الأنسولين، هذا مسكين فيه تيب 1، هذا الخطير. أما تواجد في العلاج أقراص مرض السكري لي كومبريمي مع الأنسولين أو لوحدها، أنا في التيب 2 وأنا في النوع الثاني. بصح عندك عمتك، جداتك، بوك راه يضرب الأنسولين، بصح يشرب كاشيات، طبيب طالع كاشيات، ولا ما عطاهش كاع الأنسولين وعطاه غير الكاشيات، هنا في التيب 2. هكا باش تولوا تفرقوا المريض اللي قدامكم كيفاش نعرف بلي عنده تيب 1 وكيفاش عنده تيب 2. تيب 1 مسكين عايش غير بالانسولين، خمم قضيه منطق. قلنا تيب 1 البنكرياس ماش تخدم صاي نهائيا، دوك بالسيف عليه مسكين كل يوم يضرب له الانسولين. بصح الاخر تيب 2